ليه في ايام بنبص في المراية كده نحس ان شكلنا حلو قوي النهاردة، بشرتنا بتلمع، شعرنا حلو. فاحنا في احلى حالاتنا دلوقتي من غير مكياج. انا صاحيه من النوم النهارده شكلي حلو من غير مكياج، كل حاجه مظبوطه، النفسيه تمام. وايام تانية تحس ايه ده، انا حاسه ان مناخيري كبرت، انا حاسه ان بشرتي ايه، لا ايه ده ايه ده، انا حاسه ان انا مأكسده كده وشكلي مش حلو. لا لا، ونفسيتي مش كويسه. هل الموضوع ليه علاقه بالدوره الشهريه؟ ليه علاقه مثلا بحركه القمر؟ ليه علاقه بفصول السنه؟ صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصل لك في الفيديو ده. لو مهتم كملي الفيديو. كلنا اوقات كتير بنصحى مثلا من النوم في يوم كده تحس ان انتي انا شكلي حلو النهارده، انا وشي منور، انا ملامحي مرسومه، مفيش هالات، مفيش حبوب. في ايه؟ ليه شكلي عامل كده النهارده؟ عشان يعني اعرف ايه السبب عشان احافظ عليه طول الشهر مثلا، او طول كل الايام يعني. وايام تانية تحس ان انتي اصلا نفسيتك مش كويسه، حاسه ان انتي متعصبه من غير سبب. دلوقتي انا متضايقه طول الوقت، انا مش حاسه ان انا في احسن، حاسه ان انا مجهده تعبانه، او ان انا في ايه ومش طايقه حد وبتخانق مع دبان وشي ومش طايقه صوت وعايزه ابقى منعزله ولوحدي وكده. يعني ليه بقى ايه السبب ده؟ هو الموضوع ليه علاقة بالهرمونات والدورة الشهرية. يعني ان الموضوع ليه 4 اطوار. احنا بقى هنشرح كل طور من الموضوع ده، او كل مرحلة من المراحل دي في الفيديو بتاعنا. اول مرحلة هي مرحلة الدورة الشهرية، او الوقت اللي بيكون عندك فيه الدورة الشهرية، ودي بتسمى مرحلة القمر الجديد او الشتاء، بيشبهوها بالمرحلة دي. بيبقى حاسه ان انتي طاقتك مش احسن حاجه، حاسه ان بشرتك باهته، تعبانه ومجهده. طب في الفتره دي المفروض تعمل ايه؟ المفروض ترتاحي. يعني انا مش فاهمه ايه فكره ان هما في الاعلانات، انا عارفه ان في مش كلنا عندنا رفاهيه الارتياح، بس هو في الاعلانات يجيب لك ان المفروض تروح وتلعب رياضه وتنزل وتروح الجامعه وتيجي من الجامعه. لا، هو ايه الاصل؟ ان انت المفروض ان انت ترتاحي. حتى ربنا سبحانه وتعالى ادالك راحه ان انت ما تصليش. يعني ابسط حاجه في العبادات انت ما تصليش الفتره دي. انت المفروض زي الشتاء كده عايزه تقعدي تستكني معاكي كوبايه الهوت شوكليت بتاعتك، قاعده مريحه بتستجمعي نفسك. المفروض اللي حواليك ان هم يقدموا لك دعم. انا عارفه ان ده مش موجود في كل حته ومش كل الناس بتتفاهم ده، بس انا بقول لك المفروض يحصل ايه. لو عندك امكانيه اعمليه، لو ما عندكيش امكانيه انا اسفه، انا بدعي لك ربنا يعينك. في مجتمعنا للاسف الكلام ده بالنسبه للست ما هنتناقش في الموضوع ده بعدين. فالمفروض ان انت في الفتره دي ترتاحي. دي الفتره اللي بترتاحي فيها، ترتاحي. يعني لو قدرتي ان تاكلي حاجه بسيطه مثلا حد يقدمها لك، او ان تطلبي اكل في الوقت ده. آه ما تعمليش نشاط، ترتاحي راحة تامة. دي الفترة تستجمعي فيها نفسك، تقعدي مع نفسك، تهدي، تسمعي حاجة بسيطة تريح أعصابك. يعني هي دي اللي المفروض تعمليه في الفترة دي. الفترة دي اللي هي الشتاء، أو دور أو القمر الجديد. تاني فترة الربيع أو الهلال. دي بقى بتبقى هرمون الاستروجين بيكون عالي، بتبقي متألقة. فترة الربيع والهلال دي اللي هي الفترة اللي بعد الدورة الشهرية، اللي انت هتلاحظي ان كلنا بنبقى منها وشنا منور، شكلنا جميل، مش عارفه ايه. حتى يعني انت، انا مثلا مع رأيي اللي هو الفترة دي اللي تحجزي فيها فرحك، دي هتبقى في احلى فترات حياتك. مش عشان الاسباب التانية اللي يقولك عشان مش عارفه ايه، مش هنتطرف لمواضيع، لا، عشان دي بيبقى فعلا احلى 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 الشكل اللي انت ممكن توصلي له. وراقبي نفسك كده، هتلاقي ان انت دي فتره بقى الربيع، الاستعداد بقى. انت كده بتستعيني نفسك وبتقومي وبتستقبلي بقى الحياه بعد فتره الشتاء اللي احنا عديناها. خلاص احنا دلوقتي داخلين على الربيع، بنستعد بقى نكمل بقيه الشهر في طاقه ونشاط. اي حاجه مهمه او اي ايفنت او اي حاجه تقدري تحديها، حدديها في الفتره دي. تالت مرحله الصيف او البدر بالنسبة للقمر، او التبويض. دي بقى بتبقى مستكملة لفترة اللي هي الربيع، او اللي هي ما بعد ما بعد الدورة. يعني اللي هي
برضو بتبقي في احلى حالاتك. برضو مكمله معاكي اي ايفنت، اي حاجه مهمه. برضو في فتره التبويض دي بتبقى الهرمونات في اعلى يعني الاستروجين في اعلى بقى مستوياته. انت كده تمام، كل حاجه تمام، نفسيتك كويسه حلوه، عارفه تتعاملي مع كل الناس. اي حاجه بقى، وفي حاجه اجتماعيه ان انت تتعاملي مع الناس اللي حواليكي، اختار ان انت تكوني في الفتره دي. يعني دي احسن فتره في حياتك. حفله بقى، مش عارفه ايه، هي دي الفترة اللي انت تختار ان انت تكوني فيها، فاهم، في اعلى مستويات كل حاجة في حياتك يعني. بعد كده مرحلة ما قبل الدورة، او مرحلة التربيع الاخير، او مرحلة الخريف. ودي برضو خلاص بقى الطاقة بتبتدي تنزل. بتبتدي بقى ان انت تهدي نشاطك شوية، تبتدي بقى تستعدي ان انت تبقي عارفة ان انت داخلة في الفترة دي على اللي هو الفتره بتاعت انا متعصبه قوي، انا متضايقه، انا مش عارفه انا ما بقولكيش انت عيشي المود واعملي كده، انت لو عرفتي تخرجي نفسك من المود كده، بس انا بقولك عشان تعذري نفسك. يعني خلاص النشاط بيقل، حاولي ان انت في الفتره دي اي حاجه انت مش مضطره ان انت تعمليها ما تعمليهاش، اجليها الفترات التانية. حاولي ان انت تبقي عارفه كويس قوي ومدركه وعندك وعي اللي هو تصرفاتك دلوقتي، انا بعمل كده ليه، انا متعصبه ليه، انا متضايقه ليه. فبالتالي تتجنبي ان انت تتعاملي مع حد او يبقى في مشادات او مجادلات في الفتره دي. انك تهدي على نفسك، ما تاخديش قرارات مهمه يعني في الفتره دي، او خدي قرارات بس بوعي اكتر. او انت تتعاملي مع نفسك بوعي اكتر في الفتره دي، وتبقي عارفه احتياجات جسمك، تهتمي بترطيب نفسك، تريحي جسمك اكتر، تبقي مستعده يعني للفتره اللي انت داخله عليها وفاهمه انت بتمري بايه. نيجي بقى لأهم سؤال، هل فعلا الدورة الشهرية ليها علاقة بالقمر أو بالفصول فصول السنة؟ لا، هو علميا يعني يقال ان لا، مفيش اي علاقة. انا احساسي ان هو في علاقة في موضوع القمر ده، بس هو يقال ان مفيش اي علاقة علمية في الموضوع. هو بس مجرد تشبيه جميل بيخليكي فاهمه. يعني هتسمعيه الفتره الجايه، فتره الشتاء، فتره مش عارفه ايه، اللي هو بنتعامل مع جسمنا او حاجه تشبيه بجسم المراه بفصول السنه، هرموناتها، حاجات اللي هي معجزه يا جماعه. انت الانسان عموما معجزه معجزه. فجسم المراه ان انت تتعاملي مع رحمك ازاي، تتعاملي مع جسمك ازاي. فهو التشبيه بس تشبيه جميل وبليغ، اللي هو بيفهمك كل مرحله، فبيشبهها فعلا بالتغيرات الكونيه او الفصول السنه، بيشبهها بجسمك. فانت بتبقي فاهمه احتياجات جسمك. وفكره البدر، القمر، الهلال، انا شكلي النهارده متالقه، انا دلوقتي في احلى حالاتي. فهو ده بيشبهها بس، فتبقي فاهمه انت دلوقتي بتمري بايه، واحتياجاتك ايه، وانت المفروض تعملي ايه، وتاخدي قراراتك ازاي. وان دلوقتي انا متضايقه مش عشان الشخص ده ممكن ميبقاش عمل لي حاجه، بس انا عشان موجوعه دلوقتي، او انا عشان متضايقه، او عشان انا هرموناتي مش مستقره، او عشان انا المفروض ان انا اعمل حاجات دلوقتي لنفسي. ان انت هو بس بيديكي فكره ويخليك عندك وعي ان انت تراعي نفسك ازاي في الفتره دي. ولو في حد متفهم حواليكي، شريك حياتك، جوزك، والدتك، تشاركيه بس ان انا معلش انا محتاجه الفتره دي دعم، انا محتاجه الفتره دي رعايه، انا ربنا سبحانه وتعالى في الفتره دي ما خلانيش لا اصلي ولا اصوم. فده معناه ان انا محتاجه ارتاح ودعم ورعايه عشان الفتره الجايه اكون احسن او كده. لو ما فيش في حياتك حد ممكن يقدم لك الدعم ده، انا اسفه جدا ليكي، ولكن حاولي ان انت تقدمي الدعم ده لنفسك، وتقفي جنب نفسك، وتبقي فاهمه كويس قوي انت بتمر بايه دلوقتي، وان انت تكوني رحيمه بس بنفسك وبكل مرحله، وتريحي جسمك، وتكوني ممتنه قوي لكل جزء في جسمك، ان انت تريحيه وتقدمي له الرعايه الكامله، عشان جسمك ده هو مراية روحك. يعني اللي هو الجسد المادي ده اللي هو اللي انت بيديك القوة ان انت تعملي بيها كل حاجة، دي معجزة من رب العالمين. فانت اهتمي بنفسك وخدي بالك من نفسك، وافهمي كل مرحلة كويس قوي واحتياجاتها ايه. وانت اولى قبل ما تطلبي الدعم من حد تاني ان انت تقدمي الدعم ده لنفسك. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا انك شاركتني بوقتك الثمين. لو في اي حاجة حابة تضيفيها او تعدلي فيها على كلامي، متتردديش جدا ان انا ان انت تكتبي لي ده في الكومنتات وتناقشيني، عشان انا ده بيفيدني انا، يعني ده بيفيدني وبيفيدك وبيفيد اي حد بيشوف الفيديو ده. سامحيني لو اي حاجه في الفيديوهات اللي انا قلتها ممكن تكون مش متوافقه معاكي، او ان انت حاسه ان انت معترضه عليها او كده. ده وعي انا وبقدمه لك دلوقتي، واتمنى انت تشاركيني بوعيك، لعل وعسى ان احنا نوصل لوعي تالت احسن كتير. مع السلامه.